السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة حكايات بلادنا. هنا غد نعيش معاكم لحظات ديال التشويق، الغموض وحكايات زمان، قصص شعبية، حكايات غريبة وأسرار من تراثنا المغربي، كلها بالدارجة باش تحسوها قريبة منكم. يلا وجدوا راسكم وخليوا الخيال ديالكم يسافر معانا في عالم الحكاية. وإلى عجباتكم ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. في الحي الشعبي ديال درب السلطان في كازا كاينه عمارة قديمة، الناس كيسميوها العمارة رقم 46. في النهار كتبان عادية، جيران طالعين هابطين، الدراري كيلعبوا في الزنقة والحياة غادية. ولكن في الليل العمارة كتولي مظلمة بزاف، المصعد كيوقف بلا سبب، الأصوات كتجي من السطوح، وكاينين اللي كيحلفوا أنهم شافوا واحد الراجل كيمشي في الكوريدور بلا وجه. الجيران ما كيتكلموش بزاف على الموضوع، ولكن كاملين متفقين على حاجة وحدة: الطابق الرابع ما خصكش تطلع ليه في الليل. آدم شاب من مراكش جا لكازا باش يكمل القراية في الجامعة الدولية، ما لقوش ليه دار في المدينة، حتى عرض عليه واحد السمسار شقة رخيصة بزاف في العمارة رقم 46. آدم وهو محتاج للكرة ما فكرش بزاف، شد المفاتح وسكن في الطابق الرابع. أول ليلة وهو كينعس سمع جرة ديال الكراسي في الشقة الفوق منه. طلع الصباح سول الجارة: سمحي لي، شكون ساكن فوق مني؟ جاوبته هي مرتبكة: لا ولدي، الفوق خاوي من سنين. كل ليلة نفس الشيء، أصوات خطوات، جر ديال الآثاث، وباب كيتسد بقوة. آدم بدا يشك أنه شي واحد ساكن بلا ما يخلص، قرر يطلع يشوف. طلع للطابق الخامس، لقى الممر مظليم، الغبرة في كل بلاصة، البيبان مسدودين بالحديد بحال ما تسكنوش من زمان. وسط الظلام لمح باب واحد محلول بشوية. دخل آدم بحذر، الشقة خاوية، الحيطان مشقوقين، الأرضية مرطوبة. وسط الصالون لقى كرسي خشبي واقف بوحده. منين قرب الكرسي تحرك شوية قدام عينيه. جرى الخارج مرعوب، ولكن منين وصل باب الشقة ديالو لقى المذكرة ديالو مفتوحة ومكتوب فيها بخط ماشي ديالو: مرحبا بك في العمارة رقم 46، الغرفة ديالك ما غاديش تكون فارغة. آدم بدا يسول الجيران. واحد العجوز قالت ليه: يا ولدي، هاد العمارة بناوها في الستينات، في واحد الوقت كان كاري فيها طبيب مشهور كيدير تجارب غريبة على المرضى ديالو. الطابق الرابع هو اللي كان فيه المختبر، ومن ذاك النهار كل سكن هنا كيتبدل وكيختفي. آدم ضحك بعصبية: خرافات ديال العجايز. ولكن في القلب ديالو الخوف بدا يكبر. ثالثة ديال الليل، آدم كان كيسمع صوت بكاء طفلة صغيرة جاي من البالكون. فتح الشرجم، ما كاين والو. رجع ينعس حتى حس بشي واحد كينعس حداها في الفراش. تلفتو ببطء، لقى طفلة صغيرة وجهها بيض بحال الطباشير، وعينيها السودة كبار كتشوف فيه مباشرة. صرخ ولكن الصوت ما خرج. الأيام دازت وآدم ولا ما كينعش، الكوابيس ولات واقع. المرايا في الشقة بدات كتبين وجوه ماشي ديالو. نهار خرج يجيب قهوة من مارشي سنترال، وشاف في المرايا ديال واحد المحل راسو ما كيبانش. رجع للشقة يجري، لقى الباب محلول. دخل لقى كل الآثاث مقلوب، والكرسي الخشبي اللي شاف أول مرة واقف وسط الصالون كيتحرك بحال شي واحد جالس فيه. الليل الأخر آدم قرر يسجل فيديو باش يوثق اللي كيوقع. شعل الكاميرا وبدا يهضر: اليوم 15، أنا في شقة الطابق الرابع، العمارة رقم 46. أي واحد يلقى هاد الفيديو راه اللي ساكن هنا ماشي بوحده. فجأة الكاميرا سقطت على الأرض. آخر لقطة بينات 4 وجوه بلا ملامح واقفين وراه كيتحركوا ببطء ناحيته. الفيديو تسد وما بانش آدم من داك النهار، غير الجيران كيقولوا في الليل في الشقة ديالو باقي كيتشعل الضوء وكيبان شي واحد كيتحرك في الشرجم. إلا عجبتكم هاد القصة ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في قناة حكايات بلادنا باش يوصلكم الجديد كل نهار. وخليوا لنا التعليق، واش عندكم شي قصة سمعتوها في دواركم ولا مدينتكم؟ يمكن نعاودها هنا.